بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده جايلكم فكره جميله جدا وباذن الله هتعجبكم. بس قبل ما ابدا معاكم عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه راس السنه. فكرتي النهارده معاكم، هعمل معاكم الغزاله بتاعه راس السنه. هي رمز من رموز راس السنه، زي بابا نويل، زي شجره الكريسماس، الحاجات دي يعني. ومعروف عن الغزاله ان هي يعني في الحواديت والحكاوي اللي احنا نعرفها ان هي كانت بتجر المزلاج بتاع بابا نويل وبتطير بيه في السماء عشان تساعده على توزيع الهدايا للاطفال ليله راس السنه. تمام، فانا هعملها معاكم دلوقتي. انا هنا نزلتها طبعا ورسمتها. ده الباترون بتاعها، ده الجسم بتاعها، ومعايا كمان الرجلين. تمام، والقرون بتاعتها. انا هعملها مجسمه وهحشيها فايبر معاكم، وهتبقى شكلها جميل جدا باذن الله. تمام كده. اول حاجه انا جبت عندي بواقي قماش. تمام، بالشكل ده عندي قطعه قماش. تمام، انا هجيب القطعه زي كده، ماشي، وهحط الرسمه عليها وهمشي عليها بالقلم، واقص القماش نفسه بالرسومات دي زي ما انا هقصها. تمام، الرجل دي هقص، دي اللي هي اللي قدام هقص منها 2، ودي اللي هي ورا برضو هقص منها 2. تمام، هقصها معاكم دلوقتي. انا اهو قصيت الباترون بتاعه، فرغت الرسمه واعملها هرسمها على القماش عشان اعرف اقصها بالشكل ده كده، واثبتها كده عشان اعرف ارسمها اتحكم فيها. تمام كده. انا سايبه المسافه دي عشان انا الباترون معايا جاي صغير وانا عايزاها جسمها طويل شويه، فانا هزودها انا بايدي بالقلم. انا اهي بعد ما قصيت الباترون بتاع الغزال على القماش، رسمته وقصيته كل جزء لوحده اهو. الرجلين اللي ورا والرجلين اللي قدام والودان بتاعها من كل حاجه 2. تمام، وده القرن بتاعها انا عملته مختلف، حابه ان هو يكون مختلف. تمام، وده الجسم بتاع الغزاله.
تمام كده. فاضل الخطوه اللي هو انا هقفل خياطه وارجع احشيهم فايبر وارجع لكم تاني. كده اهو بعد ما حددت الرسمه وقصيتها، مسكت كل جزء وحشيته بالفايبر بالشكل ده كده. الرجلين، وادي الودان برضو بتاعتها، وادي القرون بتاعتها برضو تمام، وادي الجسم بتاعها. هي طبعا ده كله لسه ما فيش اي حاجه ظاهره، لما تخلص باذن الله هتظهر وهتبقى شكلها جميل جدا. انا هنا وانا بحشي حطيت اللي هو السلك تناي، سلك رفيع كده بيتني معايا في اي اتجاه تمام. حطيت حته كده في كل قطعه من دول، يعني عشان خاطر وانا بوقفها تبقى ماسكه اكتر. يعني اللي عايز يحط يحط، واللي مش عايز برضو دي حريه شخصيه يعني تمام. هنا هبدأ بقى الرجلين اللي ورا دول كده هثبتهم، هتبقى بالشكل ده كده. هثبتها ماشي، وهبدأ احط لها العين واركب لها القرون بتاعتها، هتظهر وهيبقى شكلها جميل جدا. هقفلها واوريها لكم برضو. الغزالة اهي بعد ما قفلتها وخيطت الاجزاء بتاعتها وزينتها بكل حاجة، بقت معايا بالشكل ده كده اهو. بعد ما ركبت الرجول بتاعتها، ودي الراس بتاعتها، بعد ما ركبت الودان والقرون، وهنا حطيت لها زينة في رقبتها، والعينين لزقتهم، والمراخير بتاعتها بقت بالشكل ده كده معايا. بقت جميلة جدا وظهرت جدا، بقت بالشكل ده. ويا رب تكون فكرتي عجبتكم. اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي فيها حاجة حلوة مع دودي. كل سنة وانتم طيبين.